السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة اليوم: الأمر بالصلاة على النبي من العهد القديم، يعني من كتب اليهود مكتوب عندهم أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتقول إيه؟ طبعا، لكن هم ما بيقروش بحاجة اسمها كده. تعريف كلمة سلاح، هي في الأصل مش سلاح، هي في الأصل سلاح أو صلاة، هي أمر بالصلاة. في الحروف العبرية زي الحروف العربية، حرف السين والصاد زي ما بتسمعوا ممكن يبقى فيه الاتنين قريبين لبعض في الصوت وقريبين لبعض في الكتابة. فسهل قوي أغير لك حرف الصاد أقلبه سين. إزاي؟ طب ما تيجي نشوف. كلمة سلاح أو صلاة اتذكرت 74 مرة، 71 مرة اتذكرت في 39 مزمور، وثلاث مرات اتذكرت في سفر النبي حبقوق. طب ما تيجي ناخد أمثلة عشان نعرف اليهود ضحكوا علينا وضللونا ازاي، ومش اليهود بس للأسف، ورجال الدين المسيحي. يقول لك معنى كلمة سلاح يعني دي وقفة، أو ممكن تحتمل ان تبقى يعني وهم بيرنموا في الترانيم نقف عشان ناخد نفس، المرنمين ياخدوا نفسهم، وبتوع الناي يعلوا الصوت. حد تاني يقول لك لا دي سجدة. طب ما تقول ان هي صلاة. ليه خايف تقول ان هي صلاة؟ اقول لك انا ليه خايف تقول ان هي صلاة. هي صلاة، اس اي ال اي اتش، ترجمتها كده. معناها ايه؟ امر وتدبر وتفاعل مع النصوص اللي انت هتقراها دي. طب ما تيجي نجرب في النصوص. في المزامير نص بيقول مثلا: يا رب اله الجنود اسمع صلاتي، واصغى يا اله يعقوب. صلاة، امر من الله بالصلاة. يا اله يعقوب عليه الصلاة والسلام. يعقوب عليه الصلاة والسلام. طب ما تيجي نقول عدد تاني: غفرت إثم شعبك، سترت كل خطيتهم. سلاة يعني أمر بالصلاة. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو اغفر يا رب، تجاوز يا رب، نستغفر الله. أمر من الله بالصلاة. في الأعداد دي تيجي نقول حاجة تانية. لما نقول في مزمور تاني: بسطت إليك يدي، نفسي نحوك كأرض يابسة. صلاة يعني مناجاة، يعني نستغفر الله، نحمد الله، نسترحم الله، نتقرب إلى الله، نتبرأ إلى الله من كل الذنوب. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده اسمه تفاعل مع نصوص مقدسة جت على لسان الأنبياء، فربنا بيأمرك بالصلاة. لما تيجي نشوف حاجة تاني، قلنا لو هي جت زي في القرآن، لو جت آيات فيها عذاب ووعيد، فانت بتقول سلم يا رب سلم وانت بتقرا القرآن، او نستغفر الله، او اعوذ بالله اللهم اجرنا من النار. هو ده بالظبط. لو جت في ايات فيها تبشيرات انهار وجنات، ويا رب رحمتك، يا رب نطمع في رضاك، يا رب اكثر علينا من نعمك يا رب، فبتحمد ربنا وبتتفاعل مع الايات. انما لو جت ورا ذكر النبي، فالأنبياء مش زي أي حد. لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا. يعني
لما يتذكر اسم النبي لازم تقول عليه الصلاة والسلام. يعني أنا لو قلت لك مثلا، لو بتكلم واحد مسلم وتقول له إبراهيم، قول له عليه السلام، أو هو هيرد عليك إبراهيم عليه السلام. طب يعقوب عليه السلام، طب عيسى عليه السلام، طب موسى عليه السلام، طب محمد عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام. هو ده بالظبط المطلوب من كلمة صلاة أو صلاة. أمر بالصلاة، أمر بالتجاوب والتفاعل مع النصوص اللي المفترض إن هي من عند الله. تأكد، بص كده، لما قلنا يعقوب قلنا عليه السلام، وبرضه في نص تاني يوسف ويعقوب عليهما السلام. لما نيجي نبوءة زي نبوءة النبي حبقوق بالنبي الخاتم من فاران، ويجي يقول لك يجيء الرب من تيمان والقدوس من جبل فاران، ويقف يقول لك صلي، معناها ايه؟ عليه الصلاة والسلام، النبي محمد الخاتم. عرفت ليه اليهود وكبار الدين المسيحي مش عايزين يفهموك معنى كلمة سلاة؟ المكتوبة غلط، هي صلاة، هي أمر بالصلاة. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.